السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا توك ورد كيوت قوي، طريقة بسيطة وسهلة. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا عايزين نعمل زي الوردة دي، احنا عاملينها طبعا. بتني بجيب شريط أورجانزا عرض 2 سنتي، وبتني أول واحدة مثلث كده، وبعدين أسيب 2 سنتي. أنا بعملهم بصباعي ال2 سنتي، بصوا. وبالإبرة وبالمشابك اللي معايا دي هتساعدني. هاتني مثلث من فوق ومثلث من تحت، وأقلب المثلث بالطريقة دي لفوق. بقى عندي في الناحيتين مثلث. المثلث ده هيديني ورقة الوردة اللي هي 2 سنتي. بصوا، انا هفضل ماشية معاكم. انا عايزة 14 ورقة يعتبروا، يعني 14 فستونة من دول. خدوا بالكم معايا وركزوا فيها، هي بسيطة جدا وسهلة جدا، بس عايزة تركيز. برضو انا مستمرة في عمايل الورد بالأورجانزا لحبايبي اللي بيطلبوا ورد بالأورجانزا. كل ده عاملينه بشريط الأورجانزا. هنعمل بقى ورود بقماش الأورجانزا نفسه. بصوا، انا جبت هنا من اللي هي 4 سنتي او 3 سنتي ونص بالمعنى الأصح من الأورجانزا. تنيتها كده، انا هوريكم بس عشان دي كبيرة فتبان. طبعا طالما 3 ونص بتسيبي 3 سنتي في النص، مش 2 سنتي. عملت المثلث واعمل عليه مثلث واقلب المثلث لفوق زي ما انتوا شايفين كده. ادتني المنظر ده. اروح شبكة بالمشبك واسيب 3 سنتي واعمل مثلث، واعمل مثلث من تحت واقلب المثلث لفوق واشبك. برضو انا بشبك على بال ما اسرج، يعني هي سروجة. بصوا بقى، انا مش عايزة طبعا، مش هعمل بالشريط ده فشلته. انا بس بوريهولكم عشان يبقى ايه، على كبير وظاهر. هيبقى مثلث من فوق ومثلث من تحت، وتروحي قلب المثلث اللي على تحت على فوق، هيديك المنظر ده. عايزين 14 وردة من دول، ورقة من دول شابكين في بعض طبعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللي وصل لحد كده معنا في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك يا جماعة. وما تنسوش تعملوا لايكات كتير لو الفيديوهات عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو الفيديوهات برضو عجبتكم وعجبكم اسلوبي في الشرح. والله انا بحاول اقدم لكم على قد ما اقدر، واحاول ابسط لكم المعلومة على قد ما اقدر. هنا بقى برجع تاني للأورجانزا بتاعتي، وببدأ السراجة. وانا ماشية بشيل المشابك واعمل بدلها سراجة. طبعا عايزة تعملي بالمشابك اعملي، عايزة تعملي بدبابيس ابرة تشبكيها اعملي. المهم ان الشغل يطلع في النهاية مظبوط. طول ما انتي بتظبطي الشغل بدبابيس الابرة او المشابك هيطلع مظبوط معاكي ان شاء الله. يعني مش هيتعبك كمان في السراجة وانتي بتسرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا عاملة بدون مقاس، يعني دول مفهومش مقاس الورد البينك ده، لأن أنا بشغالة بيه من الطوب على طول. أنا عاملة بس عدد 4 ورقات، 14 ورقة
لكل توكة، ده غير الكشكشة اللي هي في الدور اللي بيبقى في الاولاني فيها، هنعملها بعد ما نعمل الفستونات دي. بصوا بتدي والله منظر جميل جدا. عملت مثلث من فوق وبنزل بمثلث من تحت واروح قلبها لفوق كده، بيروح مديني زي مثلث يمين في ومثلث شمال من فوق بعض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. قولولي بقى رأيكم في الورد دون وعجبكم ولا لأ لما تشوفوه، وسهل ولا صعب. أنا بحاول أنقلكم حاجات سهلة والله عشان نعملها ونستفاد منها. أنا طبعا الورد ده ممكن تحطيه على فستان، تحطيه على عباية، يعني انت توظفيه بالطريقة اللي انت عايزاها وعايزة تعملي بيها. بس انا هنا بقى هوظفه في توك، لان انا ولا عايزاه لقماش. ممكن تحطيه كمان على فوط العرايس، يعني يبقى شغل برضو. تعملي الورد ده وترصعيه كده على الفوط بشكل جمالي كده وبألوان طبعا حلوة، فبيبقى فيها يعني بيبقى فيها شغل حلو. الحاجات دي ممكن تعملي على ملايات سرير، تقومة ملايات سرير برضو للعرايس. ممكن تعملي على هدوم البيت تستفادي بيه. بس انا هنا بوظفه لتوك، انت بقى عايزة تستفادي بيه ايا كان، تحطي على اي حاجة، هدوم، فوط، ملايات، انت اعملي اللي انت عايزاه. الفكرة عندك وممكن تشكلي منها احلى اشكال في الفوط. يعني انا لو عندي عروسة ممكن اعمل لها الفوط بتاعتها، نجيبها سادة واعملها لها بالطريقة دي بالاوروجانزا، بتبقى حاجات تحف كده. والشغل اليدوي دون وشغل الهاندميد اصلا يعني غالي جدا، فانت عشان تجيبي فوطة معمولة بحاجات من دي هتجيبيها غالية جدا، هتجيبي الطقم غالي جدا. لكن انت لو هتجيبي الطقم سادة وتشتغليه انت مش هيكلفك يعني نص اللي هتشتري بيه. طبعا اديكم شايفين سهلة مش صعبة. عملت 14 ورقة وردة. طبعا كده خلاص خلصتها وخلصت سراجتها، اخر واحدة في ايدي. ابدأ بقى ايه، اقفل السراجة، مش هشدها قوي، هخليها حاجات بسيطة قوي، مجرد سراج على الهوا كده، يعني مش كشكشة ولا حاجة. 14 ورقة تنسوش. جبت بقى اللولي ده عملته بالطريقة دي بواسطة طبعا سلك التشكيل، وحطيت الشمع وابدأ ايه ألزق عليه الشريط الأورجانزا بتاعي اللي أنا عملته، عبارة عن فستونات أو ورق ورد. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هبدأ ألفه كده. طبعا أنا بلزق بالشمع وماشية، كل ما بلف الفستونة بتعمل زي أكن ورقة وردة معايا. بصوا
طبعا الشكل بيبقى جميل قوي. اجيب الطريقة الحلوة دي على الحرف، بلزق اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. يعني ممكن حتى لو عايزة تعملي ورد صغير ممكن تعمليه بالطريقة دي، من غير مثلا ما تعملي له الكشكشة الأخيرة، هيبقى ورد صغنن عن كده كمان لو عايزاه، منظره جميل وشيك جدا. بصي، ومش مكلف، أحسن ما تشتري الوردة بالشيء الفلاني والكلام ده. ممكن تعمليه ورود لفازات وتحف أحلى من الورد العادي برضو، وحاجة هتبقى من شغل ايدك، بس كل ده حسب ما انت عايزة. ادي الوردة بتاعتي. هجيب بقى بعد كده الشريط برضو واعمل سراجة، هعملها كشكشة. بصوا، امشي بيها كده سراجة على حرف الشريط الأورجانزا. بصوا هتديني زي كشكشة كده. عايزة انا قد دي عشان الزقها على الوردة دي. وردة بسيطة قوي بس جميلة جدا جدا جدا. ممكن تلقوا ساعات عبايات كده بتبقى سمرة معمول فيها الورد ده بالأسمر، بيديها جمال مع التطريز والحاجة، بجد بيبقى تحفة قوي. في ورود بتتعمل بالاسود مع العبايات السمراء بالطريقة دي. ممكن تصنعيها برضو، تلزقيها على عباية مثلا تكون سودة سادة عندك، تعملي منها ايه شكل جمالي كده للعباية، يديها رونق حلو كده وجمال. هنا بقى قصيت خلاص الشريط، انا هستكفي بكده لان هي دي المقاس اللي انا عايزاه. هلسع بقى الحرفين مع بعض، امسكهم في بعض. طبعا الجفت ده بيسهل عليا حاجات كتير وبيظبط معايا حاجات كتير. بصوا بقى لما احط الوردة في وسطه كده والزقه لها هو على الحرف، بصوا المنظر هيبقى جميل. وطبعا اللي ورا ده هيتدرى بالجوخ، بالدوائر الجوخ اللي بنعملها، يعني اصلا فعلا هتلاقيه جميل جدا. هبدأ بلزقه بالشمع واظبط الكشكشة بتاعته عشان كله يدي مستوى واحد. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده خلصت الوردة، افنشها بقى. ممكن تستعمليها كده على الهدوم، وممكن تستعمليها كده كتوك، فطبعا احنا هنعملها للتوك. هنبطنها بالجوخ ونجيب مشابك ونعملها كده. ايه رأيكم؟ هتبقى كده. طبعا ممكن تشتغلي فيها موسم المدارس، تعملي منها الابيض، تعملي منها جميع الالوان. دلوقتي المدارس بالوانها كتير.
يعني هي حلوة والفكرة بسيطة جدا وسهلة، ممكن ست البيت تعملها لولادها، مش محتاجة انك انت تكوني محترفة، هي بسيطة أوي سهلة. بصوا وشكلها جميل أوي لما اتعملت. طبعا انا عاملة دايرة جوخ للمشبك وعملت دايرة جوخ للفينش يعني فوقيها عشان تبقى نظيفة ويبقى كأن مفيش حاجة. بصوا بقى خلصت ازاي جميلة بجد، الاتنين جمل جدا، والبنك بتاعهم الغامق حلو برضو مش وحش في الأورجانزا اهو. وطبعا برضو السيمون ده هنعمله دلوقتي اهو. بصوا عبارة عن شرايط 14 سنتي في عرض 3 سنتي ونص. طبعا يعني حاجة جميلة جدا. هتنيهم نصين يعني 7 سنتي، كل شريطة 14 سنتي، هتنيها نصين 7 سنتي، وهاجي من على حرف أعلم 3 سنتي قدامكم. هنعمل دلوقتي عشان برضو ما تنسوش معانا، عشان ننزل بميل زي اللي انتوا شايفينهم اللي انا قصهم دول. ادي 14 سنتي يا جماعة. انا عايزة 7 شرايط، 5 للنجمة واتنين للمشبك. هولع البطرمان بتاعي وهنزل اعلم 3 سنتي، اعلم 3 سنتي، هعلمها بالقلم الرصاص عشان منساش، واطلع بميل ساعتها ساعة ما اجوز هتشوفوا. خليكم معايا. بصوا ايا كان ممكن تعلميها على حرف واحد يعني، مش شرط التاني ومش شرط تظبطش دلوقتي، ما انت هتسيبيها تاني. كده 3 سنتي متعلمين. هروح قصة بميل بقى، هنزل بيها كده. بصوا المقص حتى وريتكم، ادي الميل من 3 سنتي لفوق لما فيش. هنا بقى ايه، طبعا بالنار بلسوعها كده، بعمل اللسوعة بتاعتها عشان ايه، اما اعملها زي قرطاس زي مثلث تبقى باينة. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي اهي. بصوا لما اعملها كده يعني اما افتحها تبقى ايه ملحومة لحام كويس وما تبقاش متفرغة. بصوا دي بقى متفرغة شوية فبعيد عليها تاني لسوعة بالنار عشان تبقى ايه مظبوطة اهي اتظبطت. بصوا دي مظبوطة ودي مظبوطة، بس فيها نقطة لا هعملها، لازم اعملها عشان ايه طبعا ما تبقاش فيها منظر مش حلو. ادي كده هعمل اكمل بقى بقية الشرايط بتاعتي، اقص كده واعملها والاسوع نفس اللي عملته في الاولانيين اعمله في التانيين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وبرضو دي اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش يا حبايبي كل
حاجة ليها مقدار معين معانا، كل حاجة ليها مقاس. لو حفظتي المقاس خلاص. لو مفيش مقاس زي الوردة اللي انا عملتها من غير مقاس برضو اوكي، لكن الحاجات اللي فيها مقاسات اوعي تنسي من المقاس، لان لو نسيتي المقاس مش هتعرفي تطلعيها صح، مش هتعرفي تظبطيها، لازم تكون مظبوطة. بصوا بقى هنا، هاتني 1 سنتي هعلمه على فوق على قدام اهو، يعني انا فتحت المثلث كده اللي احنا عاملينه، هاجي بقى اتني لفوق 1 سنتي، يعني قدامك الشريطة دي هتبقى 3 ادوار، 1 سنتي و3 سنتي او 2.5 سنتي حسب ما هتيجي معاكي، والايه واللي هي الفوق دي تعتبر 5 سنتي 4 سنتي، فعشان كده تاخدي بالك جدا في المقاسات. بصوا انا بوريكم ان انا هفتح المثلث كده واروح تانية سنتي واحد، سنتي واحد. لو عملتي 2 سنتي الاتنين هيتساووا، هيبقى منظرها مش حلو. سنتي واحد عشان تبقى متدرجة ل3 تدريجات، المثلث وبعدين كرنشة وبعدين كرنشة تانية صغيرة. سهلة والله مش صعبة. بصوا هي المنظر هيبقى زي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. الحرف ده هيديها منظر برضو حلو قوي في الشغل. بصوا القصايص دي برضو انا مش برميها، اللي طلعت من القص ركنتها عشان بعمل بيها ورود صغننة. هنا بقى هبدأ السراجة بتاعتي، هلضم فتلتي وابدأ اشتغل سراجة. بصوا واشد السراجة كده هتبقى زي ورقة الشجرة او ورقة الوردة. همشي عليهم، هاخد 5 اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا ما بشدها بتعمل ازاي. بصي ممكن تستكفي ب3 زي كده وتعمليها برضو توكة، ممكن تعملي 5 زي اللي انا هعملها، يعني انت ممكن تعملي على حسب المقاس اللي انت عايزاه. انا كنت اعملها 6، لقيت 6 كتير، قلت لا اعملها 5 واعمل مشبك معاها زي فيونكة كده من نفس ورق الشجر ده دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا قفلتها بقى، عملت 5 وحدات. ننضف الترابيزة مطرح ما قصيت وكده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هجيب بقى دايرة جوخ، بصوا واروح ايه لازقاها كده على الظهر. وعندي الفص ده انا عاملاه بالالماظ واللولي والاسترس اهو كده، بقت نجمة، وردة نجمة شكلها جميل جدا. هنا بقى جبت استيك طبعا الزقه معاهم، وعملتها توكة استيك. طبعا ممكن تحطيها زي ما قلتلك على فوط او على ملايات سرير، تلزقيها كده مع شغل حلو، هيبقى منظرها جميل قوي. هنا بقى جبت 2 ورقتين برضو اللي هم 14 سنتي، وعملتهم نفس الطريقة، وهعملهم زي فيونكة اللي انتوا شايفينهم في ايدي دول.
بصوا هنا بقى جبت 5 سنتي، شريطة 5 سنتي، وهلزقها عليها، وهحط برضو ايه، عاملة زي برضو اكسسوار كده زي ما انتوا شايفين. هو عبارة عن 6 فصوص لولي وفصين الماس في نصهم، وبرضو حطيت عليه ايه استرس من الحرف، بس ما حطيتش كتير. هنا بقى جبت الورق وببدأ ايه ان انا احطهم على الكارت، اكرت الشغل بتاعي هيبقى حلو. وجبت استيكين ماشيين مع نفس اللون البينك من طبعا التوك الاستيك اللي عندنا، وحطيتهم كده من تحت. انا الورق جايباه مش متخرم، فيه متخرم، فانا ايه بخرمهم كده بالجفت وحطيتهم، وهعمل دول كذلك زيهم. جبت اللون الاورانج وبرضو خرمت 2 خرمين تحت في الورقة، لان انا ما عنديش ورق متخرم فبعمل الخروم بايدي انا وبحطها بالجفت ادخلها فيه، بتدي منظر. وفي نفس الوقت يعني بدل مثلا ما الست تروح تدور لبنتها، لا هو معاها كل حاجة. الطقم عبارة عن قطعتين واستيكين، حلو قوي وشغل حلو. طبعا بفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. سلام عليكم.